واخيرا المغرب سنه 2025 غينظم كاس افريقيا، واخيرا جات هذه اللحظه اللي نشوفوا فيها جروبات اللي طاح فيهم جميع المنتخبات العربيه وبطبيعه الحال المنتخب المغربي. واخيرا التيرانات اللي كنا كنشوفوهم غير طروا هذه ولاو قربوا يوجدوا، فهمتي. واخيرا غنشوفوا كيفاش المغرب غينظم كاس افريقيا في سنه 2025. سيرتو حنا مقبلين على كاس العالم 2030، زعما يمكن من الدول القليله اللي غتنظم مثلا مسابقه قاريه قبل المسابقه اللي هي ديال كاس العالم. جميع الانظار مديوره على المغرب، كلشي كيتهضر على المغرب، كلشي تيتسنى المغرب شنو غيدير. صراحه ام فيري اكسايتد، زعما انا متحمس بزاف. علاش؟ حيت جميع الظروف ملائمه زعما باش دي كاس افريقيا، باش كاس افريقيا يبقى في المغرب. جميع الظروف ملائمه كما قلت لكم. واليوم غنناقشوا القرعه اللي طاح فيها المغرب مع مالي وزامبيا وجزر القمر. الخصم ديال 2022 جزر القمر، والخصم ديال 2024 عقلتو كنا كنتشكاو الصاد اليميديتي ما عقلت ما قدرناش دابا شنو نتينا ناس جداد. الجمهور حداك، الجمهور رقم 12 عندك لي زاتاكون هربانين، ما عندك ما كاين حتى شي اكسكيوز، فهمتي. كل الطرق تؤدي الى شنو؟ كوب دافريك خصها تبقى في المغرب. دوك ما نبداو، ما تنساوش ديروا واحد اللايك واحد السبسكرايب، عفط على ديك السبسكرايب، عفط على ديك اللايك، فهمتي. وخلينا نبداو الفيديو ان شاء الله. ليتس جو. اليوم كانت القرعه في الرباط اللي حضر ليها بزاف ديال الناس اللي مهمين بزاف، منهم اساطير ديال الكره المصريه، السنغال. جيرفينيو براسو حضر، الاسطوره ديال الارسنال. كان فوزي القشع دار واحد الكلمه اللي واعره بزاف. شفنا الاغنيه ديال رضوان اللي خرجات ديال المنتخب، مازال غنمشي نسمع ليها حيت فريمون كتسمعها مره واحده كتقول وكما كتسمعها مره الثانيه كتبقى لك في الدماغ، فهمتي. بحال الشكل ديال هلا راه في الاول قلنا ماشي شي اغنيه، مي مع الوقت ولات هي الانشوده ديالنا. شنو قال لها؟ خليك مغربي مرفوع الراس. المهم ما عقلتش على الكلمات، مي عجبتني الاغنيه. موراها دار الدرو اللي خلانا نطيحوا في واحد الجروب كما قلت لكم، الجروب اللي فيه المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر. ولكن دابا الجروب باش مجموعه الموت لله الحمد لله الحمد لله تنقول حنا ما طحناش مع شكون؟ جنوب افريقيا. راه على شويه المهم جنوب افريقيا لصقوا مع مصر في الجروب الثاني. عندك مصر، جنوب افريقيا، انغولا وزيمبابوي. المهم جروب حتى هو ما نقولوش عليه مجموعه الموت. مصر عندها اكسبيريونس. اش بدا بقاو في المغرب بدا نناقشوا. غنلعبوا الماتش الاول ديال الافتتاح مع جزر القمر وغنلعبوا في الرباط، والرباط بايدوي راه فيها 4 ديال التيرانات ونلعبوا في التيران الكبير، فهمتي. ولا بقى المغرب متصدر المجموعه نكملوا طراجي كامل حتى الفينال في الرباط، ونتمنى نبقاو في الرباط ما نسافروش، فهمتي. نولفوا على التيران، نولفوا على الجماهير، نولفوا على لومبيونس. واحد لافونتاج عندنا هربان بزاف، انك بقيتي تلعب في نفس التيران، راه مع الوقت كتادابط على داك كتولي بحال لاعب في دارك. انت اصلا لاعب في دارك. بحال مثلا في الكوب دافريك كوب دي موند ديال 2022 راه كنا لعبنا في التمامه الماتش الاول الماتش الثاني الماتش الثالث بحال لاعب في دارك، فهمتي. بحال داخل داركم، ما كتقلبش على بلاصه، كتلقى واحد حداك تيقول لك ودوز تفضل هذه بلاصتك يلاه زيد، بحال ما طرا والو، فهمتي. وباش لعبنا في ملعب البيت راك شفتوا شنو طرا باش خسرنا مع فرنسا. هذاك الماتش كانش على شويه نمشيو للفينال اللي هو الارجنتين. تنعقل كان قال لي واحد الارجنتيني قال لي كون دزو الفينال كان التيران مقسم على جوج دوسين، نص خضر ونص ازرق. كان يكون واحد المهم الذكريات. الجروب الثالث نقدروا نقولوا عليه شويه مجموعه هاد شويه لصقات فيه، ما عرفتش علاش شويه مجموعه الموت. علاش؟ حيت فيها نيجيريا وفيها تونس وفيها اوغندا وطنزانيا. نيجيريا وتونس راه دابا باش تعرفوا راه من دابا حتى الكوب دافريك راه باقي بزاف ديال الوقت. اللعابه يقدروا يتهرسوا، اللعابه يقدروا يرجعوا زعما من الاصابه، يقدروا يتبدلوا مدربين، يقدروا يتبدلوا بزاف ديال العوامل اللي ما تقدرش ترشح شكون اللي يقدر يديها. ابار المغرب خصو يديها، فهمتي. كومون عندك لعابه عالميين، عندك دي زاتاكوني خياليين، عندك سينسيري هنا في تركيا راه خالق السعاده. في الاول العام كانوا كاع تواركه تيقول لي هاد لاطاكون عيان ما كلشي. دابا كيجيو كيعيطوا لي سليم النسيري فرحانين به. سيد ماركا 10 المليون في 15 الماتش، كان غيمشي النصر ما بقاش غيمشي، زادوا له التدعيمات هنا، جابوا ليه طاليسكا. دونك سيد فهمتي شد الريتم، وانتم ما بقاش هذا الريتم، ونتمنى يبقى ماركي بيوتا. هذا السيمانه راه ماركا جوج في هذا الويكاند جو بونس. دونك ستيبي ماركا باش ربحوا 3-2. دونك عندنا النصيري، عندنا السي حمزه ايغامان مفاجاه الموسم. هذا اللاعب هذا اللي انتقل من الجيش الملكي الرينجرز نيشان، سيت ادابطا بالزربه. وباش تعرفوا باش تلعب في اسكتلندا ولا في الانجليز راه صعيب تادابطا في الاول، عوامل اللغه، الجو، النيفو الكره، الريتم الكره وكل شيء. مع ان السيد مشى لتما ولا هو اللي كيدوي على كل شيء، والحمد لله انه يمثل المنتخب المغرب. عاد طبيعه الحال السي رحيمي في العين الاماراتي هذاك لا يغنى عليه، ما ندويوش عليه. وراه شفتوا اخر مسابقه كنا لعبنا الاولمبياد اكتشفنا فيها بزاف السميات، الياس اخوماش فهمتي. هاد المواهب كاملين زلزولي حتى هو راه تبارك الله مع بيتي الشاد. جو بونس ريغريغر اول مره كتكون عنده هاد لي زوبسيون ديال الشباب اللي باقيين صغار في لاج واللي يقدروا يوصلوا واحد المستوى ديال النضج، فهمتي. ما نبقاوش معولين على زياش حتى يكون في نهار ولا
الاسميات القدام اللي كانوا في المنتخب. نمشيو دابا للجروب الرابع. عندنا في الجروب دي السنغال، الكونغو، بنين وبوتسوانا. راكم عارفين كيكون حامل، لا ماشي حامل لقب زعما. تا السنغال ديجا داوا باش كانوا نلعبوا في السنغال، عقلتي كانوا داوا ضد مصر جوبونس، الا بقيت عاقل يا ربي ما نكونش غلط. كانوا تاهم عندهم تيرانات جداد وكل شيء. بغينا شي فلاش باك بحال هكا، تخيل شي فينال ما بين المغرب ومصر. جوبونس با نطيحوا مع مصر فينا، نقدروا نطيحوا معاهم قبل. المهم كيما قلت لكم، الا دزنا حنا في الجروب في الاول راه نكملوا في الرباط، فهمتي، ما نضطروش نمشيو نلعبوا في مدينه اخرى، والباركور كامل فوق الرباط ونكون فينال ونديوها ان شاء الله. جروب او طبيعه الحال فيه الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه والسودان. ما عرفتش شنو نقول زعما. جروب الجزائر تاهم عندهم زعما منتخب مزيان، فيه لي جون، فيه بزاف ديال المواهب. عندهم الشعيبي، عندهم بن سبعين، عندهم تاهم لعابه واعرين. وعندنا في جروب اف كوت ديفوار، كاميرون، والغابون وموزمبيق. نقدر نقول لكم هذه مجموعه الموت. علاش؟ حيت فيها حامل لقب كوت ديفوار، ومعاه كاميرون تاهم اللي منتخب كبير، وغابون تاهم اللي تبارك الله واخا اوباميانغ طاح ليه النيفو الى اخره، ولا كيلعب في السعوديه مع القادسيه. والموزمبيق ندوزو دابا نقولوا واحد التوقع صغير. هو التوقع دابا بكري انك تجي تقولوا، حيت كيما قلت لكم من دابا حتى لديسمبر كاين بزاف د العوامل اللي يقدروا يتبدلوا، يقدروا بزاف ديال اللعابه يرجعوا، يقدروا بزاف ديال اللعابه يتبليسوا، يقدروا يتبدلوا مدربين وبزاف ديال العوامل. مي انا كنتوقع مثلا في الجروبات ان الجروب غدوز منه المغرب وزامبيا. مالي ما تنرشحهاش. عندك الجروب دي نقولوا دوز مصر وجنوب افريقيا. جروب سي نقولوا دوز مثلا نيجيريا، با تونس يقدروا يدوزوا، حيت تونس عندهم بزاف المشاكل وكيبدلوا مدربين بزاف وعندهم منتخب ماشي ستابل. الجروب دي نقدروا نقولوا السنغال والكونغو غيدوزوا في الجروب دي. الجروب بطبيعه الحال نقولوا الجزائر وغينيا يقدروا يدوزوا. وفي جروب اف اللي هو جروب اللي صعيب بزاف نقولوا كوت ديفوار والكاميرون. كاع التسميات اللي ذكرت احتمال الى دازو راه غيكون واحد الويتيام فينال وكارت فينال اللي مش مصدر بصح. دونك حنا كما قلت لكم في المغرب عندنا بزاف د العوامل اللي معاونينا، منهم ان عندنا الجمهور رقم 12. حنا في قطر اللي هي بلد بعيد وبلا ديبلاصه، وكان الهيلمان الحل اللي درنا تما. نقدر نعطيكم بزاف ديال الامثله. بلجيكا كان فريق كبير جا ضدنا تلفوا كره حيت الجمهور كان كيضغط عليهم، فهمتي. الجمهور كان هو اللاعب رقم 12 في التيران، فهمتي. عندك ضد كندا لا ميم شوز، لعبوا ضد سبليون. اسبانيا اللي كانت ضربات كوستاريكا في جروب ستيج ب7 تهلاو فيهم، جاو ضدنا ما ماركاو تافيتش، فهمتي. وجابون سبليون ما كاينش شي ماتش ما ماركيوش فيه، اثرنا عليهم كجمهور. عندك في الكارت فينال ديال اللعيبه اللي بغيت نهضر عليها، كنت من الحاضرين في الماتش ديال البرتغال وسويسرا في ملعب لوسيل في الويتيام فينال، ربحهم ب6-1. وانا فريمون باش مشيت لذاك الماتش تخلعت، كان نيشان من ماتش سبليون والمغرب، باش كنقول كيفاش غنربحوا هاد البرتغال اللي فريمون بلا رونالدو وماركاو 6. ولكن باش لعبنا في التمامه راه شتو راه خنقناهم وحفظت تلفناهم، ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معنا. ومن الاسباب اللي خلاونا اننا ربحنا البرتغال وكندا وبلجيكا هو اننا لعبنا في التيران، لعبنا فيه 3 المرات متابعه تقريبا. لعبنا في ملعب البيت، مورا التمامه المدينه التعليميه التمامه. دونك التمامه لعبنا فيه بزاف، ومن لعبنا فيه في السبت حتى انا دخلت ليه 3 المرات كنت كنحس انا الجمهور بحال اللي جالسين في دارنا، زعما ما كنتحسش ان كاين شي تغيير ولا شي حاجه ولا في ديك البلاصه. داكشي علاش قلت الا بقينا في الرباط بدينا كنلعبوا في نفس التيران جميع الماتشات ديالنا، غنبيلدوا واحد المومنتوم ما يخلينا شنو اي فريق غيجي يلعب تما غياكل الضغط، فهمتي. وخصنا نمشيو بعامل الدوميناسيون، تلعب في بلادك ولعب قدام جمهورك والعالم كله كيتفرج والعالم كله انظر على المغرب حتى ينظم كاس العالم في 2030 وتيرانات تبارك الله جداد. يعني بالنسبه انا كنت لاعب كره قدم المنتخب المغربي ما كاين حتى شي فرصه كبر من هذه انك تجي تبين علاش حنا خصنا نكونوا احسن فريق افريقي ولا لا من ناحيه التنظيم، لا من ناحيه ديال الاستضافه، لا من ناحيه الضيافه، لا من ناحيه الكونتنت، لا من ناحيه الكره، لا من ناحيه البطولات. كلشي خصو يكون على اعلى مستوى، حيت هذه غتكون بروفا لكاس العالم غتكون في 2030 من دابا 4 سنين ولا 5. دونك انا بالنسبه لي كاس افريقيا جات في واحد المومون اللي زوين ان غنتيستاو كرويا لوجيستيكيا سياحيا بزاف ديال الحوايج غيتبدلوا، وهذه فرصه لاي واحد عنده الطالنت ولا عنده شي حاجه اللي قدمها المغرب. خصنا نبينوا علاش حنا قادين، واهم حاجه هي كرويا نبينوا علاش حنا احسن منتخب، حيت تبارك الله راه فهمتي الطالنت كاين نزل، فهمتي راه ما يمكنش كميه تبارك الله. اللهم كنبقى دابا نمدح ما تبغيش نقوس، مي راه تبارك الله فهمتي تبارك الله. راه في الاولمبياد تبارك الله شفنا شي سميات اللي جداد ما عمرنا سمعنا بهم، فهمتي كنا كنسمعوا مره في الصبري ولا داكشي. من بعد شفنا الياس اخوما، شفنا الزلزولي طلع النيفو، شفنا نصيري رجع النيفو كما قلت لكم، شفنا حمزه ايكاما تا هو في رينجرز، مزراوي تبارك الله واخا يونايتد ما تيديروش دي ريزولتا. دونك واي نوت، على شنو السبب اللي خلاش ما نديوهاش؟ كنا ديما في كاس افريقيا تنتشكاو بزاف د العوامل، صاد ليميديتي، اجواء افريقيه، الخبث الكروي، مع الحكام. دابا ما عندك ما تشكى، فهمتي. دابا انت عندك جميع الظروف ملائمه كما قلنا، خصها الخدمه والتوجاد ونكونوا سيريو
ونمشيو دقه دقه ماتش بماتش، وان شاء الله علاش لا تبقى الكوب في المغرب ونهزو كاس افريقيا اللي غابت على المغرب منذ 1978. نتمنى ما نكونش غلطتي، يا ربي مشي جوج لي كومونتير ديالكم فيا، راه كندوي دابا بلا سكريبت فهمتي مني ليكم. هادشي اللي كاين. كان معكم سليم، واش بان لكم في لي كومونتير، شنو بان لكم في البلان. هذا فقط فيديو على القرعه، وهادشي اللي كاين. ديروا واحد اللايك وسبسكرايب كما قلت لكم. اي واحد تفرج فيه اول مره ابونا في لاشين. كان معكم سليم، شوف اس اش زعما راني كوتش. هادشي اللي كاين. بيس عليكم وديما مغرب افرح لا هذيك الاغنيه اللي رضوان شنو هي المغربي خلي راسك الفوق. خصنا نمشيو نسمعوا لها شي 3 المرات. راه ما بغيتش نديرها في هذا الفيديو على ود كوبي رايت فهمتي. ميدي سكوير عجبني بالرجوله حيت كله بالدارجه. هادشي اللي كاين. يلا تهلا.